بيبدأ مسلسلنا بواحدة بتنط من فوق مبنى عالي في ليلة عيد الميلاد، فبتقع العربية طبعا خلصانة. بتبقى دي شركة برين، شركة للعلاقات العامة، وبيبقى عندهم عرض تقديمي والموظفين كلهم مشغولين، وبيبقى الرئيس التنفيذي بتاعهم قاعد في دور لوحده وممنوع حد يطلع له. وفي شركة تانية بتقدم نفس العرض بتاعهم قبلهم، والرئيس التنفيذي بيغير الخطة في آخر لحظة وبيقدموا عرض تاني أحسن بكتير وبينجح. وبتبقى الشركة أصلا بتاعت أبوه، والناس شايفة إنه مش بيعمل حاجة عشان الشركة بتاعت أبوه، وإن السيد كانج هو اللي شايل كل حاجة. وهوان جي بياخد بوكيه ورد وبيروح عرض أوبرا له مسيرة استعراض سنوية، بس ما بيعرفش يديهولها وبيمشي بسرعة، وبيبقى متعود إنه يبعت لها دايما ورد بعد كل عرض من غير كارت وهي ما تعرفهوش. وهو بيقابل دكتورته النفسية عشان تساعده يتعامل مع الناس، وهي اللي قالت له يوصل لها الورد بنفس المرة دي، بس بيفشل وبيبقى بينهم حيطة أصلا وهما بيتكلموا عشان هو برضه بيتكسف ومش عارف يتواصل مع الناس بالعين. وبيبقى فيه عشاء عمل للموظفين، وهو قبل ما بيدخل بيسمع الموظفين بيقولوا إنه ما بيعملش حاجة وإن الشركة ناجحة بس بسبب السيد كان. فبيمشي بيروح يظبط شعره، بس بيبقى مكسوف برضه، وبياخد بوكيه ورد عشان يقدمه لرويون، بس بيسرح وهو سايق فبيخبط في عربية، ولأجل حظه المهبب بيخبط في عربيتها هي، فبتنزله بقى وهو بيقفل العربية ومش بيرضى يرد عليها، وبيروح مديها فلوس ومشي بسرعة وهي وراه. بتوصل للشركة وبتعرف إنها عربية الرئيس التنفيذي للشركة، وبتطلع إن دي الشركة اللي هي اتقبلت فيها، والمفروض إن النهاردة أول يوم ليها شغل. وبتدخل مكتبه وبتقعد تقلب فيه وهو بيبقى مش موجود، وفجأة بيطلع لها بالفوطة فبتلف لحد ما يلبس هدوم، وهو بيهرب منها بسرعة وهي وراه، وبتشد الزعبوط منه وبتزعق معاه عشان خبطها ومشي من غير ما يعتذر. وبتيجي السكرتيرة بسرعة تطلعها بره. تاني يوم بتروح الشركة وبتتكلم مع الناس هناك عليه، وبتسجل كل حاجة هما بيقولوها، وبتعرف انه بيطلب سكاكين، وبيدخل بشوال كبير يساعد شخص عادي جدا، وهما بيقلقوا منه، وهو يا عيني بيبقى بيطبخ اصلا بالسكاكين، والشوال بيبقى مدخل فيه خضار، وبيجهز الاكل عشان السكرتيرة تاكل معاه. فبيسألها كلتي، فهي بتخاف وبتقوله لا لا ماليش نفس، وهي اصلا هتموت من الجوع. وبتقول لريون انه مش بيحب حد من الناس يبصله، وهي حتى مش بتبصله، لازم تبص في الارض وهي بتكلمه. وبتقول لها ان عينه اصلا مخيفة ومش بتكمل، وبطنها بتوجعها وبتقع على الارض من الوجع، والتانية بتخبط عليه عشان يساعدها بس مش بيفتح، وبيبقى اصلا في البيت واهله متفاجئين بيه لانه بقاله فترة كبيرة ما جاش عندهم. السيد كانج بيعرفه انه خد السكرتيرة للمستشفى. ريوم بتتكلم مع صاحبها انه مش مهتم اصلا بالسكرتيرة، ما هو هيغيرها في اي وقت مش مشكلة. وبنعرف ان اللي ماتت في الاول دي تبقى اختها. هوان جي بيروح لها العرض بالورد بس مش بيلاقيها هناك، وبيقولوا له انها استقالت. فبيمشي وهي بتيجي تسأل على الورد فبيقولوا لها انه لسه ماشي، فبتروح وراه بسرعة. انت السيد سميث صح؟ انت اللي بتبعت لي الورد. وهو بيخبي وشه منها وبيجري على حمام الرجالة وهي وراه، وبتحكي له ان اختها ماتت من 3 سنين، وهي كانت متعودة تبعت لها ورد بعد كل عرض، وانه لما بيبعت لها ورد بتحس ان اختها لسه موجودة وبتقعد تعيط. فهو بياخد ورد وبيروح للسكرتيرة تاني يوم عشان موضوع اختها ده ما يتكررش تاني، وبيعتذر لها وبيقول لها انه عنده مشكلة في التواصل مع الناس بالعين. اخته وامه بيلاقوا منشور عنه مقالات انه قاسي وبيسيء استخدام سلطته، والسكرتيرة بتاعته دخلت المستشفى بسببه، وطبعا المراسلين مالين الشركة. فالسيد كانج بيكلمهم والتاني بيروح على الاسانسير وهي وراه، وبيفتكر انها بتطرده، بس لما كانج بيجي بيعرفوا انها شغالة معاهم هنا في الشركة. وابوه بيجيله الشركة بس مش بيلاقيه، بيبقى مع السكرتيرة وبتقوله انها ما قالتش حاجة، فبيقول لها تخليها على كلامها. وبيطلع على السطح وبيفتكر اخت ريون، وانه قال لها في ليلة عيد الميلاد تروح تدور له على زرار القميص بتاعه دلوقتي، واختها بتتضايق منها عشان مش هتعرف تيجي العرض بتاعها. وهو بيقعد يتأسف على السطح كتير وهي بتشوفه فبيبقى هيقع، وبتمسكه وبتقوله ما تحاولش تعمل كده تاني. وبتلاقي كارت شركة التوصيل معاه اللي بيوصل بيه الورد، وفي الشركة بيبقوا عاملين مؤتمر عشان يبرروا اللي حصل ومستنيينه يطلع، وهو بيبقى هيتأسف بس كانج بيقوله لا انت مش هتقدر،
انا اللي هطلع لهم. وبنلاقي اتنين مسندين السكرتيرة وداخلين بيها، وهي بتقرا من ورقة قدام الصحفيين انه ما عملهاش حاجة، ده حتى زارها وجاب لها ورد، وبتتأسف وتمشي. السيد كانج بيقول لهم ان هوان جي فعلا عنده مشكلة في التواصل شوية، وانه هيستقيل من منصبه وهيبقى قائد فريق، وده هيخليه يتواصل مع الموظفين. والتاني ابوه بياخده يلعبوا تنس وبيضرب الكرة في جسمه، وبعدها بياخده على الساونا وبيتكسف يقول للراجل انه جسمه وجعه وانه بيضغط عليه، وبيستحمل عشان ما يحرجش الراجل انه اكيد عارف شغله يعني. وبيبقى هو باللي عمله كده عامل مشاكل لابوه لانه عايز يبقى عمدة سيول، فده هيأثر عليه طبعا. وبيبقوا في الشركة المفروض يبعتوا منتجات على مكان التصوير عشان الجلسة، فبيقول للريون تديهم لعامل التوصيل، فبتاخدهم وبتطلع بتلاقيه في وشها وبتفتكر انه العامل، وبتديله الحاجة يوصلها وبتمشي. وهما بيوصلوا الموقع قبله فبيسألوها على رقمه او اسم الشركة بتاعته، فبتقول لهم معرفش، وبيبقوا عايزين يتصلوا بالشرطة، بس هي بتقول لهم انه اكيد جاي، ما تستنوا شوية بس هو هيجي دلوقتي، الدنيا زحمة. وفعلا هو بيجي جري عشان الطريق واقف. وبتخلص الحلقة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب، واشوفكم في ملخص تاني. سلام.